هقولك بقى ازاي البانيه بتاعك يكون غرقان في التتبيلة كده وماسك في التتبيلة. معلقة واحدة بس هنحطها على الخلطة بتاعتنا زي ما انت شايفة معايا كده. معلقة واحدة بس هي اللي انا هحطها. هقولك عليها دلوقتي. اشتركي بس معايا في القناة وحطي لايك، وتعالى اقولك انا عملت ايه. بصي يا ستي، انا بعد ما خلصت البانيه لقيته معايا سايل، طبعا مش هيمسك على البانيه. فعملت ايه؟ معلقة واحدة بس من الفيجيتار او البقسماط المطحون، بس كده زي ما انت شايفة كده، وقلبي وشوفي هيعمل معاكي ايه. هيبقى ماسك على التتبيلة بتاعتك، وهتبقى التتبيلة بتاعتك ماسكة كلها في البانيه، بحيث انت لما تيجي تاكليها هتبقى متبلة معاكي وجاهزة وزي الفل، وطعمها واضح معانا. يبقى زي ما انت شايفة كده، معلقة هو السر، بس هو السر في المعلقة اللي انا حطيتها ديت. يلا بقى قوليلي، انت بتعملي كده ولا ما بتعمليهاش؟ اديني قلتلك على سر اهوت. يا رب يعجبك. واشتركي معايا وحطي اللايك وقولي تعليقك ايه. ولو لسه ما بتعمليش الحركه دي تعمليها، صدقيني هتفيدك جدا. زي ما انت شايفه كده، بصوا البانيه متجانس مع الخلطه اللي انا عاملاها مع التتبيله اللي انا حطاها، وكله ماسك في بعضه كده. فايه هتلاقي البانيه يعني غرقان كده في التتبيله وطعمه حلو معاكي، ومبقاش معاكي صويص. هتحطي بقى بيض، هتحطي لبن، حطي اللي انت عايزاه. في الاخر هنحط المعلقه ديت، كله هيمسك على البانيه. يبقى عشان تستفيدي بالكميه اللي انت حطاها لازم تحطي المعلقه ديت، علشان ما يفتش معاكي في الطبق خالص اي حاجه. هيبقى الطبق معاكي في الاخر مفيهوش اي حاجه الا بواقي صغيره، يعني مش كتير قوي. هتشوفي معايا برضو في الطبق هيبقى حبة صغيرين بوريهم لك كده، معلقة فاضي مفهوش، حبة صغيرين الباقيين اهمت. ده اللي باقي من خلطة البانيه كلها. ده دليل ايه؟ ان انا خدت الخلطة كلها على البانيه، مسكت وبقت زي الفل معايا. بسبب ايه؟ بسبب المعلقة اللي انا حطيتها ديت. اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.